السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال، وحلقة جديدة معاكم النهاردة إن شاء الله من قناة شهودة لأحلى الوصفات. هعمل معاكم وجبة غدا ممتازة جدا بجد، هتعجبك جدا وتعجب أولادك وهتشرفك في العزومات. قبل ما ندخل نشوف الوجبة اللي معانا النهاردة، لو بتشوفوا القناة بتاعتنا لأول مرة ما تنسوش اشتراك والضغط على رمز الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد من عندنا بإذن الله، وما تنسوش لايك من إيديكم الحلوة لدعم القناة. يلا بينا على بركة الله، وبتمنى لكم دايما مشاهدة ممتعة. نشوف المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه 500 جرام، ومعايا كمان نص كيلو من صلصه الطماطم. دي الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض باذن الله. هسيب لكم رابط الحلقه في صندوق الوصف. معايا ليهم 4 بصلات، معايا فلفل اسود، معايا شطه، معايا ملح، معايا بابريكا، ومعايا بهارات من اللحمه. هستخدم كمان معاهم جزر مبشور، وكمان فلفل الوان مقطع صغير. يلا بينا كده على بركة الله نشوف الطريقة. ودلوقتي هنقوم بتقطيع البصل برضو مربعات صغيرة. ودلوقتي مكونات اللحمة بتاعتنا جاهزة. هستخدم برضو توم باودر، لو ما عندكيش تقدري تستبدليه بفصين من التوم، وكمان هستخدم سمنة تقدري تستبدليها بالزبدة. باقي المكونات هنعرفها مع بعض واحدة واحدة برضو، وكل خطوة مع بعضها. وهنا يا حبايبي في طاسة على النار هنزل بمعلقتين من السمنة، وهستنى السمنة بتاعتنا تسيح وتسخن. ودلوقتي جاهزين ننزل بالبصل اللي معانا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقلب بقى البصل الاول، هنزل عليه برشه من الملح. البصله بتاعتنا دبلت شويه زي ما حضراتكم شايفين. هنزل بقى بمعلقه صغيره من الثوم البودر. هقلب البصله مع الثوم. بعد ما قلبت البصل شويه مع الثوم، جاهزين بقى ان احنا ننزل بكميه اللحمه اللي معانا. وهقلبها بقى كويس مع البصل لما تغير لون. ودلوقتي يا حلوين بعد ما اللحمه بتاعتنا كده قلبتها شويه وغيرت لون، جاهزين ان احنا ننزل بالجزر المبشور. هقلب بقى الجزر مع اللحمه كويس. ودلوقتي جاهزين ان احنا ننزل كمان بالفلفل الالوان، وهقلب الجزر والفلفل الالوان هيزيدوا كمان من القيمه الغذائيه للحمه. وفي المرحله ديت هننزل بالبهارات بتاعتنا، اللي هي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان معلقه صغيره من الشطه ودي اختياري، ومعلقه صغيره من البابريكا، وكمان معلقه صغيره من الملح. وهنقلب اللحمه مع البهارات اللي حطيناها. لسه بس المكونات بتاعتنا البهارات اللي هي بهارات اللحمه، برضو هاخد منها معلقه صغيره. ودلوقتي يا حلوين هنسيب اللحمه بتاعتنا 5 دقايق مع المكونات اللي احنا حطيناها ديت قبل ما نضيف ليها الصلصه. وبعد مرور 10 دقايق على اللحمه بتاعتنا، جاهزين بقى ان احنا ننزل بكميه الصلصه اللي معانا. بسم الله. احنا عايزين اللحمه بتاعتنا يكون فيها صوص سايل شويه، على اساس ان اللازانيا بتاعتنا مش هنسلقها. هقلب بقى الصلصه مع اللحمه شويه كده. ودلوقتي يا حبايبي هنسيب اللحمه تغلي شويه مع الصلصه 5 دقايق برضو، تاخد كده اللحمه تاخد من طعم الصلصه والاتنين ياخدوا من طعم بعض. ودلوقتي الصوص بتاعنا جاهز بقى ان احنا نستخدمه. ما شاء الله ده كده قوامه زي ما حضراتكم شايفين. عايزاه سائل شويه على اساس يسوي معانا اللازانيا. ودلوقتي يا حبايبي جه الدور ان احنا نشوف باقي المكونات بتاعتنا اللي هنشتغل فيها. للبشاميل هستخدم 5 معالق من الدقيق، معايا حليب حسب الحاجه، هستخدم برضو ملح، فلفل اسود، وكمون، وبهارات. معايا اللازانيا هستخدم بعض من كده شويه كده بقدونس، وكمان معايا جبنه رومي مبشوره، ومعايا جبنه موتزاريلا، وطبعا هستخدم سمنه. وبالنسبه لللازانيا تقدري تجيبي النوع اللي انت بتفضليه، اي نوع.
هنا بقى هحط 3 معالق من السمنه علشان البشاميل يظبط معاكي وكمان ما يكلكعش منك. خلي الماده الدهنيه زي الدقيق. انا هنزل ب3 معالق سمنه ومعلقتين زيت. حابه انت تنزلي بكله سمنه او كله زيت او تستبدلي ده كله بالزبده، تمام. ودلوقتي جاهزين ننزل بالدقيق. هنقلب بقى لما نسوي الدقيق شويه. وبعد 4 دقايق جاهزين بقى ان احنا ننزل بالحليب. بسم الله. عايزين برضو البشاميل بتاعنا يكون سائل، مش عايزينه يكون سميك، عايزينه خفيف. هستنى بس شويه كده اما يربط، نبدا نشوف السمك بتاعنا وصل لحديت فين. البشاميل بتاعنا خلاص بدأ يربط وتقل معانا اهو. انا مش عايزاه تقل كده، هخفه تاني. بسم الله. ممكن كمان تضيفي مرقه، يعني ممكن تكون نص الكميه السائله حليب والنص التاني مرقه. دلوقتي جاهزين بقى ان احنا نملح البشاميل اللي معانا. معلقه صغيره ملح، وكمان معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، ورشه من البهارات. هنقلب وهستنى بس على البشاميل بتاعنا لما يغلي او يطلع فقاعات كده، وبكده يكون تمام. وادي كمان يا حبايبي البشاميل بتاعنا جاهز بقى ان احنا نشتغل بيه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين سمكه طري، مش عايزينه خالص تقيل. ودلوقتي يا حبايبي جاهزين ان احنا نشتغل بعد ما سوينا المكونات بتاعتنا. اول حاجه جهزنا طاجن البايركس. هنزل فيه كده اول حاجه كميه من اللحمه وهفردها في الصينيه. وفي اول طبقه بس هنزل ب3 معالق كبار من الزيت. طبعا احنا ولعنا الفرن. ودلوقتي هنحط طبقات اللازانيا. بسم الله. زي ما اتفقنا النوع اللي انت تفضليه، اي نوع عندك. حاجه ممتازه جدا في العزومات، هتشرفك جدا. ما شاء الله بيكون طعمها جميل. ودلوقتي كمان هنزل بطبقه من اللحمه والصلصه. وهفردها كويس. هاخد فوقيها رشه من البقدونس. وكمان رشه من الجبنه الرومي، ممكن يعني اي نوع من الاتنين. رشه جبنه رومي، وكمان رشه من الجبنه الموتزاريلا. دي مهمه، يعني ممكن تستغني عن الجبنه الرومي بس مهم الجبنه الموتزاريلا. ودلوقتي جه دور البشاميل. بسم الله. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان البشاميل هيتفرد كويس. ومهم جدا ما نسيبش اي بواقي اكل او بواقي حاجه على البايركس من فوق. ودلوقتي هاخد طبقه تانية من اللازانيا. وكمان هضيف صلصه بلحمه. رشه من البقدونس.
الجبنة، والبشاميل. ودلوقتي الصينيه بتاعتنا جاهزه ان احنا نغطيها. الهدف من ان انا اغطيها اكتم البخار شويه على اساس ان اللازانيا بتاعتنا تستوي شويه. هغطيها الاول بورق زبده وفوقيه ورق حراري، وطبعا هتكون جاهزه بقى ان احنا ندخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. هسيبها 15 دقيقه متغطيه، وبعد كده ارفع من عليها الورق الحراري. يا حبايبي بعد 15 دقيقه شلت ورق الحراري، خرجتها طبعا من الفرن وشلت الورق الحراري. دلوقتي بقى هشيل ورق الزبده. مفيش مشاكل خالص من ورق الزبده لما يكون لازق عليها. كده كده احنا الحمد لله مش حاطين الحراري مباشر. دلوقتي بقى هناخد على الوش رشه من الجبنه. ما شاء الله الريحه ممتازه جدا. وبرده الجبنه الموتزاريلا. وجاهزه بقى ان انا ادخلها الفرن تاني تحمر من فوق بقى وتستوي كويس، وتكون جاهزه معانا ان احنا نقدمها ان شاء الله. وادي يا حلوين ما شاء الله اللازانيا بتاعتنا بعد ما خرجناها من الفرن. ما شاء الله ريحتها ممتازه جدا، طبعا شكلها بيتكلم عن نفسه يعني. هاخد بقى رشه من فوق كده، رشه جبنه بسيطه، حاجه كده تفتح النفس. ريحتها جميله جدا، هتعجبكم ان شاء الله، وطعمها رائع. حاجه من الخضره بقى كده لتزيين الطبق بتاعنا. وادي كمان كده ورقه من النعناع نزين بيها برضو الصينيه. وبكده نكون خلصنا حلقتنا مع بعض. عملنا فيها اللازانيا بطريقه سهله وبطريقه بسيطه تقدري تعمليها واي حد يقدر يعملها. اتمنى طبعا ان حلقتنا النهارده تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير، واترككم في رعايه الله، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.